تعالَ أقول لك إزاي باقدر أعمل الفكرة المختلفة دي للtext بطريقة سهلة جدًا، جدًا. طبعًا كلّكم وصل لكم فكرة الدرس من خلال الintro اللي ظهرت في بداية الفيديو، وهاقول لك الموضوع يخُص الtext وممكن معظمكم يستغرب ليه سارة بتهتم كتير بفكرة الtext. هاقول لك إنه أنا في البداية أول ما بدأت شغل في الmontage كنت باحتار في فكرة الtext، مش عارفة أظهره إزاي كل مرّة بطريقة مختلفة وتكون شيك وبتجذب الانتباه. فطبعًا كنت باحتار في حاجة زي كده، وكمان موضوع الtext بنحتاجه كتير جدًا سواء في أي حاجة باعملها reel short فيديو promo أيًا كان، فباحتاج إن أنا أظهر الtext بتاعي. فعلشان كده حابة إن أنا أكون باساعدكم وباساعد نفسي ونكون بنفتح أفكار مع بعض في حاجة تخُص كده. فتعالوا مع بعض نطبّق بشكل عملي ونشوف هنعمل ده إزاي. زي ما أنتم شايفين أنا مش مجهّزة أي حاجة، كل اللي هاعمله بالtype tool وهاكتب هنا مثلًا كلمة Premiere أهو Premiere Pro. فأيًا كان الtext بعد كده هاجي من الproperties وهانزل كده هاوسطنه، تمام. ولو أول مرّة تسمع فيديو ليّا أو أيًا كان ومش عارف قائمة الproperties دي ممكن تلاقيها فين، فهاقول لك إنك علشان أنت شغّال على نسخة أقل من 25 فمش موجودة عندك، لكن تقدر تعمل كل الحاجات دي من خلال قائمة الessential graphics. وفي كل الأحوال سواء الproperties أو الessential graphics أو أيًا كان إيه هي الحاجة أو القائمة اللي مختفية عندك تقدر تجيبها من خلال الwindow من هنا. وهاقول لك إنه أي حاجة متضاف عندها علامة صح فهي موجودة بالفعل عندك في الwork space بتاعك، لكن كل الحاجات دي مش متضافة، أول ما هاضغط عليها هالاقيها اتضافت عندي في الwork space بتاعي وأبدأ أشتغل وبراحتي جدًا. فتعالوا بقى نكمّل مع بعض. فأنا دلوقتي أهو كتبت كلمة Premiere Pro وهاجي كده هاقف على حتّة فاضية، وبعد كده هارسم الrectangle أو هارسم الخط بتاعي بالشكل ده كده أهو. حابة إن أنا مثلًا أزوّده كده شوية ما عنديش أي مشاكل أهو. وبعد كده هاجي مثلًا إن أنا أوسطنه شوية، حاسة إن هو محتاج يتوسطن شوية، أو ممكن مثلًا بعد كده أبقى أكبّره عادي جدًا أهو، وهارفعه مثلًا هنا. وهاجي بعد كده في effect controls ومن الscale أنا لو جيت إن أنا أخلّيه يترسم معايا وجيت عملت من الscale بُصّوا إيه اللي بيحصل معايا، فهالاقي إن حصل عندي مشاكل. فهاجي هالغي تفعيل حاجة اسمها الuniform scale ودي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، هاسيبه لك في الآية اللي بتظهر من فوق تقدر ترجع له وتستفيد منه وتفهم إيه فكرة الuniform scale. وبكل بساطة إن هو بيفتح لي بس الارتفاع والعرض إن أنا أتحكم في كل واحد لوحده. فهاجي بعد كده من خلال العرض فهاجي هنا هاحط keyframe وهاخلّيه عندي يبقى 0 تمام. وهاجي بعد كده أخلّي دي بيترسم معايا أهو زي ما أنا عايزة مثلًا كده. فبُصّوا حابة إن أنا أبعّده شوية على أساس يكون أبطأ. أنا بصراحة باحسّه كل ما يكون أسرع بيبقى أشيك أهو. فأنا بالنسبة لي كده تمام جدًا. وطبعًا حابين ترفّعوا الخط شوية زي ما أنتم حابين عادي. وهاجي بعد كده هاقف على كلمة الPremiere Pro أو على الtrack بتاع الtext وهاجي من essential graphics هالاقي حاجة اسمها text مضافة عندي، هافتحها بالشكل ده كده. أو خلّينا قبل ما نفتحها في حاجة طبعًا مهمة نسيت أقولها لكم، إن أنا محتاجة إن أنا أعمل عليه mask بالشكل ده، وأهو كده. مش هاممني إن يكون شكل المستطيل ده منتظم أو أيًا كان مش مشكلة معايا، بس كل المهم بالنسبة لي إن أنا أخلّيه يكون كده أهو، يكون مرسوم على الخط بتاعي علشان وأنا بانزّل الtext كده لتحت بُصّوا يختفي معايا أهو. لكن طبعًا لو ما ضبطتهوش إن هو يكون على الخط بتاعي فهالاقيه بيظهر معايا من تحت كده، فطبعًا مش ده اللي أنا محتاجاه. كل اللي أنا هاعمله دلوقتي هاجي من خلال الtext اللي أنا قُلت لكم عليها وهافتحها كده بالشكل ده، وهيظهر لي بقى حاجة اسمها transform. هاجي من هنا خلّينا نشوف بعد ما يترسم الخط هنا كده بالضبط، تمام. خلّينا نقف في حتّة كده. فأنا دلوقتي أهو الخط اترسم وهاجي من الPremiere Pro أو الtext وهاعمل إيه، أهو من الtransform هاحط keyframe وهاخلّيه يبقى تحت بالشكل ده كده. بعد كده هامشّي مثلًا شوية وهاخلّيه يكون بيظهر معايا بالشكل ده كده أهو. وتعالوا نشوف النتيجة. شايفين أهو تاني
وممكن نقرب دول من بعض على أساس إن هو يطلع أسرع، فما فيش أي مشكلة أهو. فالموضوع معايا شيك جدًا، جدًا. طيب خلّينا نعمل save علشان ما نضيّعش كل ده. وبعد كده هاعمل إيه، هاجي بقى إن أنا عايزة أخلّيه بقى يختفي معايا، يعني هو ظهر معايا كده شوية عايزاه بقى يبدأ ينزل تحت الخط ده ويختفي معايا، فهاعمل إيه، هاجي آخد الkey frame ده Ctrl+C Ctrl+V على أساس ده نقطة الثبات، وهاجي بعد كده هنا هاخد ده Ctrl+C Ctrl+V. فبُصّوا كده، حلو جدًا. فهاجي دلوقتي كل اللي هاعمله إن أنا محتاجة أخلّي الخط بتاعي برضه يقفل، فمع نهاية آخر key frame هاجي على الgraphic ده أو الخط ده، وهاجي إن أنا أعمل دي نقطة الثبات Ctrl+C Ctrl+V تمام، وبعد كده هامشّي شوية وآخد الkey frame ده Ctrl+C Ctrl+V بالشكل ده. فبُصّوا كده النتيجة، ممكن أبعّد ده شوية على أساس ما يحصلش إن هو كإنه أهو. فالموضوع سهل جدًا، وأقدر بقى إن أنا أعمل كل الkey frames دي يعني أعمل عليها select، وبعد كده أضغط كليك يمين وأعمل مرّة ease in ومرّة ease out بالشكل ده، وبعد كده على الtext هكذا أنزل على الkey frames بتوعي وأعمل ease in مرّة، والمرّة التانية أعمل ease out. وطبعًا لو لسه مش بتعرف تتحكم في الkey frames ومش عارف إيه أنواعها وإيه تفاصيلها، فهاقول لك إنه في درس نزل على القناة هاسيبه لك برضه في الآي اللي بتظهر من فوق تقدر ترجع له وتعرف كل ما يخص الkey frames بطريقة بسيطة جدًا. وتعالوا نشوف النتيجة دلوقتي أهو. بُصّوا، الموضوع سهل جدًا وشيك ومختلف بكل المقاييس، حلو أوي. بس كده، فده كان درس النهارده وأتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تقول لي إيه رأيك في الكومنتات. وبالمناسبة استنى درس جديد كل يوم اثنين وخميس الساعة 10 مساءً.